أصحاب الأرض على الكرة دون فعالية أمام المرمى. أخطر محاولة سجلت للمحليين في الدقيقة 33 عبر مخالفة بن جلالي التي تصدى لها واضح بامتياز. نفس اللاعب يستغل عرضية جميلة لكن القائم الأفقي ناب عن الحارس. الاتحاد اعتمد على الهجومات العكسية التي كادت أن تثمر إحداها عن هدف السبق عبر أبو حربيط قبل نهاية المرحلة الأولى بدقيقة. الشوط الثاني دخله فريق الثورة أكثر تنظيما ورغبة في التهديف، فضاعف من ضغطه على مرمى الخصم إلى غاية الدقيقة 66 حين توغل المتألق ترباح ومرر كرة مثالية لبن جلالي الذي لم يتوانى في هز الشباك العنابيين. بعدها ب5 دقائق زادي ينفرد بالحارس لكن كرته تخطئ طريق الشباك. في المقابل افتقد لاعب عناب التركيز واصطدمت هجماتهم بدفاع صلب فيما استمر مهرجان تضييع الأهداف من جانب الثورة. طوبال حاول مباغتة صفيون في الدقيقة 78 لكن تسديدته مرت جانبا ليكسب شبيبة الثورة 3 نقاط ثمينة تقربه أكثر من